هو وصل. بص خليه بقى عندك لحد ما اقولك تخليه امتى. ازيك يا نادر؟ كويس يا فندم. بس ممكن اعرف حضرتك عايزني في ايه؟ انت حبيبي يا نادر، مش احنا حبايب ولا ايه؟ طبعا يا فندم. بس هو في حاجه؟ قعدت افكر كده يا نادر، اسال على مين، اسال على مين. جيت في دماغي انت على طول يا نادر. حسيت انك مش مبسوط. لا لا، ده انا مبسوط جدا وبضحك. يعني مش عايز تسال على المكافأة مثلا؟ ايه؟ مكافاه؟ احنا في بدايه السنه الجديده والمفروض تكون نزلت. انا مش عارف ليه بداية السنة من اول شهر يناير غريبة قوي. انا شايف بقى ان بداية السنة دي من اليوم اللي انت اتولدت فيه. صحيح يا نادر، ما قلتليش، هو انت مواليد شهر كام؟ 10 اكتوبر. ميزان؟ ايوه. يعني متزن، عاطفي، اجتماعي، بس متردد. انا فعلا متردد شويه. انا فاكر يا نادر لما جيت لنا هنا وكنت مقلبص كده وكيوت، وما كنتش بتعرف تقولي عليه مكافأة. قول مكافأة كده يا نادر، قولها. ما تحرجنيش يا فندم. بحب اسمعها منك قوي يا نادر. الله يخليك يا فندم. بس انت عارف يعني ايه مكافأة؟ طبعا يا فندم. مش عارف. مكافأة على الأداء، الأداء الكويس. لكن مين قال إن المكافأة لازم تبقى فلوس؟ احنا ليه بقينا ماديين كده؟ ما هو المكافاه تبقى لي الفلوس يا فندم. ممكن مجاملة، ممكن ابتسامة، الفلوس مش كل حاجة. الموضوع مش نظره وابتسامه. الحياة بقت صعبة فعلا، الأسعار بقت نار. الفكرة كمان إن المرتب بقى بيجي وعارف طريقه فين. ده حتى قول مكافأة كده. بحب أسمعها منك. مكافأة. بجد فظيع. قول تارجت كده. تارجت. إيه؟ نسيته؟ زمان كنت بتلف عشان تحققه. الحقيقة يا فندم إني. اقول لك انا، احنا حتى ما وصلناش ل 50%. لا يا فندم، الذنب مش ذنبنا، دي أزمة عالمية. عشان كده بقى احنا هنعمل ايه؟ يا اما هنقلل من المرتبات، يا اما هنمشي ناس منكم. لا يا فندم، ما ينفعش خالص. إلا المرتبات، إحنا ممكن نمشي الناس. حلو ده، انا هعمل كده برضه. عشان كده اول واحد من الناس اللي هتمشي دي هو انت. ليه كده يا فندم؟ في مثل كده يا نادر بنسمعه دايما، ان طباخ السم لازم يدوق. روح دوقه بقى يا نادر. مع السلامة.